ايه يا ميرو، سرير اخوكي ما تسواش ليه؟ روقتي الاوضه كلها وسايبه السرير بتاع اخوكي؟ يا ماما هو المفروض يروق سريره، هو سريره. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انت البنت المفروض انت تعملي كل حاجه. حاضر يا ماما. ماما انا عايزه اتمشى مع اصحابي شويه عشان انا زهقانه. ماشي يا حبيبي، روح مفيش مشكله. قول لي بقى، عايز تاكل ايه النهارده؟ انا عايز رز ولوبيا. ماشي يا حبيبي، حاضر عينيا. يلا يا ميرو تعالي ساعديني بقى عشان نحضروا الغدا. هتعملي اكل ايه النهارده يا ماما؟ لوبيا ورز، اخوكي طلبهم مني النهارده. بس انت عارفه يا ماما اللي انا ما بحبش اللوبيا. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، اللي اعمله هيتاكل. طبعا، مش احمد اللي طالبها؟ انا طالبه منك البرجر بقالي شهرين، انت ما عملتوليش ليه؟ لكن احمد لما بيطلب الحاجه في ساعتها بتعمليها. ايه يا بنتي العبط ده؟ ما طبعا لازم لما يطلب الحاجه اعملها له، مش ولد. هبقى اعمل لك البرجر في اي يوم، ما تعمليش دوشه في دماغي بقى. يلا بقى يا احمد، شيل مكان انا اكلت واغسل طبقك. نعم، امال انت بتعملي ايه؟ وانا خدمتك ولا ايه؟ انت حر بقى، عايز تشيل طبقك شيل، ومش عايز خلاص انا هشيل طبقي، ماليش دعوه بيك. يلا يا ميرو شيلي الكركبه دي واغسلي مواعيني، يلا وشيلي مكان ما اخوكي مكان. هو ليه ما يشيلش مكان ما ياكل يعني؟ هو كل مره انا اللي اشيل له طبقه؟ كل مره هرجع اقولك ان انت البنت وانت اللي المفروض مسؤوله عن كل الكلام ده؟ كل مره هنتكلم في الموضوع ده؟ شيلي يا بنتي من سكاته ما تزهقينيش. كل حاجه انا البنت، يا ريتني ما كنت البنت. انت اصلا مش بتحبيني، كل حاجه احمد 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 احمد. بقولك ايه، مش عايزه لك اللي بقولك عليه، انجزيه خلصي. منوره يا حبيبتي، بقالي كتير ما شفتكيش، نورتيني النهارده. بنورك يا حبيبتي. امال فين ميرو واحمد؟ ميرو بتعمل لنا كوبايتين شاي، واحمد نزل مع اصحابه زمان وجاي. بس ميرو تعباني قوي اليومين دول يا ساره، مش عارفه اتعامل معاها ازاي، بقت متمرده قوي وكل حاجه تعترض. ليه، في حاجه حصلت؟ في حاجه مزعلاها ولا ايه؟ اكيد في حاجه. بقت متمرده جدا، ما بتسمعش كلامي ابدا، ودايما بتعاندني، بحس ان هي حابه تضايقني وخلاص. مش فاهمه في ايه، اقول لها مالك اتكلمي معايا، مفيش، وكل اللي على لسانها انتي بتحبي اخويا اكتر مني. انا حاسه ان هي بتتجاهلني وبتتعمد تبعد عني باي طريقه. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه حتى اقرب منها تاني ازاي. بس ما تزعليش مني، انا بحس فعلا ان انتي بتميزي احمد عليها. انا مش بميز احمد عليها، هي اللي مش عايزه تقتنع ان هي بنت وان ده ولد، وان البنت ليها حاجات والولد له حاجات. عموما انا هتكلم معاها وافهم منها الاول. طب انا هقوم اناديها لك تقعد معاكي شويه. ايه ميرو حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا خالته، وحشاني. وانتي كمان يا روح قلبي، تعالي انا عايزاكي، عايزه اقعد معاكي شويه. نعم يا خالته. ايه يا روح قلبي، مالك شكلك متضايق ليه؟ مش ميرو اللي انا اعرفها، فين ضحكتك الجميله؟ مفيش، مالي، ما انا كويسه اهو. ماشي يا حبيبتي، خالته حبيبتك، في اي وقت عايزه تتكلمي معاها تكلمي. ماما مزعلاكي في حاجه قوليلي، ماشي يا روحي؟ ماما ايه يا خالته؟ هو انا في دماغها اصلا؟ مش في دماغها غير احمد، واحمد لو طلب حاجه في ساعتها هتعملها له، واي حاجه يطلبها تعملها له. ولو اكل لازم انا اشيل طبقه واغسله، وكمان لما ينام ولما يصحى من النوم لازم انا اسوي سريره. وكل ده ليه؟ علشان انا بنت، وكل حاجه تقولي انت البنت ولازم تعملي كده، وهو ولد. انا يا خالته كرهت اللي انا ابقى بنت، انا حاسه ان ده ظلم. لا يا حبيبتي، ان انتي بنت دي حاجه جميله مش حاجه وحشه، وانتي عندك حق تزعلي الصراحه. انا هتكلم مع ماما، هو المفروض هو يشيل مكان ما ياكل، وهو اللي يساوي سريره، وهو اللي ينظف المكان اللي قاعد فيه. مش معنى ان انتي بنت ان انتي اللي تعملي مكانه، لا. وانتوا اخوات، تبقوا ايديكوا في ايد بعض وتساعدوا بعض.
ما تزعليش، ممكن ماما في حاجة بس مش فاهماها كويس او في حاجة غايبة عنها، انا هفهمها لها، نتكلموا مع بعض. وبرضو ما تبعديش عن ماما، اتكلمي معاها، يمكن لو اتكلمتي معاها تفهم الموضوع اكتر من كده، يبقى في لغة تواصل بينك وبين ماما. يا خالته اصلا ماما مش بتحاول تسمعني، هي مش بتسمع غير احمد. لا يا حبيبتي بيتهيألك، انا هتكلم معاها واوصل وجهات النظر عشان تقدروا توصلوا للغة التواصل بينك وبين ماما يا حبيبتي، هو ده اللي ناقصكم مش اكتر. روحي يا ميرو يا حبيبتي وانا هتكلم مع ماما. ها، عرفتي توصلي لحاجة معاها؟ زي ما قلتلك بالظبط، البنت حاسه ان انتي فعلا مش بتحبيها وبتحبي احمد اكتر منها وبتميزيه عنها في كل حاجه. يعني ايه هي اللي تساوي سريره؟ يعني ايه هي اللي تشيل مكانه؟ يعني ايه هي اللي تبقى قاعده في البيت وتروق وتعمل وهو قاعد يروق دماغه وينزل ويتفسح مع اصحابه؟ يعني انا جايباكي تعقليها تتكلمي زيها؟ هي مش بنت واحنا كلنا اتربينا كده ان البنت هي اللي بتعمل كل حاجة والولد براحته؟ وانتي شايفه ان التربيه دي هي الصح، وان التربيه اللي انتي بتربيها لاحمد ابنك دي تربي راجل بصحيح؟ امال اعمل ايه يعني؟ اخليه هو يروق ويكنس ويطبخ كمان؟ بصراحه مستغرباكي قوي، وايه اللي فيها يعني لو روق ولا نظف ولا كنس ولا طبخ؟ فيها ايه لما تعلميه المسؤوليه والموده والرحمه والحنيه على اخته وعلى اهل بيته، وانه يشيل مسؤوليه نفسه ومسؤوليه غيره لو تعب ولا جرالهم حاجه؟ بالعكس، الطريقه دي بتقربهم من بعض وتخليهم يحبوا بعض، وتخليه حتى لما يتجوز بعد كده بنت الناس اللي اتجوزها تدعيلك، يبقى عنده رحمه، يبقى عنده مسؤوليه، يعني لما تتعب يقدر يشيل المسؤوليه ويقدر يشيل البيت. لا يا مروه، مع احترامي ليكي انتي لازم تغيري نظام تربيتك. وفيها ايه لما البنت تحس بنفسها ويبقى عندها ثقة في نفسها وتخدم نفسها، ولو حبت تخدم اخوها تخدمه بحب، واخوها كمان يخدمها بحب؟ ليه ما تربهمش على الحب وعلى الحنية وعلى التعاون، وان كل واحد يقوم بالمسؤوليات اللي عليه؟ ايه المشكلة؟ مش شايفة فيها اي اهانة لاحمد، بالعكس بتحسسه بالمسؤولية، ولا شايفة فيها اي حاجة بتيجي على نفسك فيها. لا الصراحة اقنعتيني، انا هدخل اتكلم مع احمد وابدا معاه نظام من اول وجديد خالص. فعلا لازم يشيل مسؤولية نفسه شوية، هو يشيل مسؤولية نفسه واخته تشيل مسؤولية نفسها. صح، عندك حق يا حبيبتي. واهم حاجة روحي اتكلمي مع ميرو وصلحي علاقتك معاها وفهميها ان انتي ما كنتيش عارفة ايه اللي مزعلها. حاضر يا سارة، حاضر. شكرا يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك يا رب. ولا يحرمني منكم يا حبيبتي.